جربتوا لمرة تحضروها بالبيت؟ بالنسبة إلي جربت وعن جد تفاجأت. الوصفة اللي أنقذتني من كتر ما أولادي بحبوها بطريقة كتير سهلة وبسيطة وبثلاث مكونات بس، وحتقدري تعملي الكمية اللي بتناسبك والنكهة اللي انتو بتحبوها، وعلى الأكيد أوفر وما رح تفرقيها عن الجاهز. احتفظوا فيها لرمضان لأنه عن جد رح تحتاجوها، ومثل العادة دعمكم كتير مهم لاستمرار الصفحة، فما تبخلوا علي سواء بلايك للفيديو أو تعليق حلو مثل قلوبكم. وخلينا هلا نبلش ونحكي بسم الله. وأول شي بأي علبة متوفرة عندكم أو أي بايركس حجمه صغير امسحوه مسحة منيحة من الزيت، وضيفوا ورقة من الزبدة والمكسرات اللي انتو بتحبوها. أنا هون للنكهتين ضفت فستق حلبي، بالإضافة النكهة الثانية ضفت بندق مع لوز. ومن بعدها رح ننتقل للخطوة الثانية. مهم كتير إنه ننخل المواد الجافة، لهيك بالبداية ولأول نكهة رح أنخل كوب من السكر المطحون مع كوب من الحليب الباودر، ومن بعدها رح أبلش أضيف كوب من الطحينية. خبروني لو بتحبوا أعمل لكم إياها بالبيت لحتى أصور لكم إياها. وبالنسبة للطحينية سواء كان عاملينها بالبيت أو جاهزة رح أبلش أنزل فيها بالتدريج مع الفرك المستمر، ومن بعدها رح أبلش أعجنها. لازم نوصل لقوام بحيث لو ضغطنا عليه بإيدنا رح نلاحظ إنه ما بفتفت، وكمان بنقسم كقطع متساوية يعني ما بفتفت عنا، وهالنقطة كتير مهمة. مهم كتير بالحلاوة إنه نعجنها كتير منيح لحتى نوصل لقوام ناعم بدون أي تكتلات. ومن بعد ما عجنتها كتير منيح رح أضيف شوي من الفستق الحلبي لحتى يعطي طعمه ولون، وبالإضافة إلى ربع معلقة صغيرة من المستكة كمان بتعطي طعم كتير طيبة. وفيكم تضيفوا النكهة اللي انتو بتحبوها. رجعت قلبتهم مع بعض بالطريقة اللي انتو شايفينها، ومباشر رح أنقلهم لقالب البايركس. رح أضغطهم كتير منيح ورح أرصها كتير منيح، ومن بعدها رح أغطي وجهها ورح أدخلها على الثلاجة ليلة كاملة. ونفس الشي بنفس الخطوات عملت بنكهة الشوكولاتة. بصحن غميق رح أنزل بكوب من السكر الباودر، كوب من الحليب الباودر، بالإضافة إلى 3 معالق كبار من الكاكاو الخام. مهم كتير إنه ننخلهم، بعدين ننزل عليهم بالطحينية أو الراشي، ومن بعدها رح نبلش نفركهم مع بعض كتير منيح. كتير مهم إنه نفركهم، وأيضا ننزل بالطحينية شوي شوي وبالتدريج لحتى نلم العجينة ونوصل لقوام متماسك ما بفتفت معنا. استمريت بعجنها مثل ما عم بتشوفوا لحتى لمت معي. لاحظت انها بدها اضافة شوي من الطحينية، لهيك رجعت طفت ورجعت عجنتها لحتى وصلت للقوام اللي بدي اياه، ومباشرة لميتها وحطيتها بعلبة البايركس اللي انا رح احتفظ فيها. رح اغطي الوجه ومن بعدها رح ادخلها على الثلاجة ليلة كاملة. مهم كتير نضغطها بالعلبة كتير منيح، ومن بعد هيك لما نطلعها فيكم تدخلوا سكينة لحتى تفرغوا منها الهواء وتنزل معكم بكل سهولة. عن جد لازم تجربوها، طعمتها كتير طيبة وما بتفرقوها عن الجاهز، وعلى الأكيد أوفر. احتفظوا فيها. بسعدني كتير تشاركوني تجاربكم، ما تنسوني من دعمكم، وهلأ بقدر أحكي لكم صحتين وألف عافية عقلوبكم.